عارف الشخص اللي كل شوية ييجي يقولك بص أنا مش حابب أقولك بس هما كانوا بيتكلموا عليك، اللي دايما شايلك أخبار وسرد وتحليلات. عايز أقولك سر صغير، ده مش صاحبك، ده المايك المفتوح لأي حد عايز يطعن فيك وانت مش موجود. البطولة مش تعرف الناس قالت إيه عنك، البطولة تعرف ليه كانوا مرتاحين يتكلموا عنك قدامه. تقديم القصة، هحكي لك عن أحمد، موظف عادي شغله مظبوط مش بتاع مشاكل. وفي نفس الشركة كان في شادي، اللي هو إيه؟ القناة الرسمية للأخبار الساخنة والسموم الباردة. المشهد الأول، الكورنر اللي جنب الطبعة. أحمد واقف بيطبع شوية أوراق، شادي يدخل شايل كوباية القهوة كأنها مايك بودكاست. شادي: بص يا أحمد، أنا مش من النوع اللي بيحب الثرثرة، بس بضمير كده حسيت إن لازم أقولك. خير؟ شادي قرب أكتر: كنت قاعد مع التيم امبارح والموضوع جر الكلام، فواحد كده قال إنك الفترة دي بقيت بتتأخر وإنك مش زي الأول. أحمد يتشد جوه، مين اللي قال كده؟ شادي يبتسم ابتسامة نصها تعاطف ونصها استمتاع: ما تحرجنيش، مش مهم مين، المهم بس تاخد بالك الناس بتتكلم. الجملة دي تقع في قلب أحمد زي الحجر. يطلع من الموقف مشغول بقاله إيه عني، مشغول بالمحتوى، وناسي يسأل نفسه السؤال الأهم: طب ليه كانوا مطمنين يتكلموا عني قدام شادي؟ المشهد التاني، مكتب الغيبة الرسمي. مع الوقت أحمد بدأ يلاحظ إن كل ما حد يغيب اسم الشخص ده يتحول لترند على ترابيزة القهوة. أحمد قاعد مع شادي واتنين تانيين، الكرسي بتاع مريم فاضي لأنها في أجازة. واحد من الزملاء: بصراحة مريم دي أوفر شوية، بتاخد أجازات كتير. شادي ياخد الجملة ويكبرها: ما هو أكيد بتعمل حسابها إن في ناس زي أحمد بيشيلوا مكانها، صح يا أحمد؟ مش بتحس كده؟ ضحكة خفيفة، كوباية بتخبط في كوباية، والموضوع يتحول لجلسة تقييم لواحدة مش موجودة أصلاً. أحمد يضحك ضحكة مجاملة، بس جواه حاجة بتوجعه. عارف الإحساس لما تحس إن الظهر بتاع أي حد ممكن في لحظة يتحول لساحة كلام؟ يسأل نفسه: هو لما أنا مش ببقى موجود بيعملوا فيا نفس اللي بيعملوه في مريم؟ بس ما بيكملش السؤال، يفضل ساكت. المشهد الثالث، النسخة اللي عليك أنت. بعد أسبوعين أحمد كان مخلص شغله ومتأخر شوية في الأوفيس. شادي يدخل عليه فجأة: يا راجل أنت لسه هنا؟ على فكرة لازم تعرف اللي حصل. إيه تاني؟ شادي يقفل الباب نص قفلة: كنت قاعد مع المدير واتنين من التيم وجابوا سيرتك، واحد قال إنك بقيت حساس وبتاخد كل حاجة على صدرك، والمدير سكت ما دافعش ولا نفى. أحمد عينه توسع: إزاي يعني؟ هو قال كده بالنص؟ شادي: ما هو محدش قال بالظبط كده، بس من طريقة الكلام تحس إن هم مش مبسوطين قوي من مودك الفترة دي. أنا بس بقولك عشان تبقى واخد بالك، أنا مش بحب حد يتكلم عن صاحبي. الجملة دي شكلها رجولة، بس لو بصيت عليها من بعيد هتلاقيها إن سكينة ملفوفة في منديل حرير. في اللحظة دي أحمد لأول مرة في حياته يوقف نفسه ويسأل: طب يا شادي، طب هم ليه مرتاحين يتكلموا عني قدامك؟ وليه هم كمان مرتاحين يتكلموا عن أي حد غيري وانت موجود؟ يعني انت كنت بتعمل ايه؟ دفعت؟ غيرت الموضوع؟ ولا كنت بس سامع وبتسجل؟ شادي يتلخبط، يضحك ضحكة عصبية: يا عم أنا بس بنقلك عشان تبقى في الصورة. أحمد يرد بهدوء: لأ، أنت مش بس بتنقل، أنت موجود دايما في النص، ساعة معايا وساعة ضدي. اللي بيجيب لي الكلام بكرة يودي كلامي. المشهد الرابع، فهم اللعبة. من اليوم ده أحمد بدأ يلاحظ التفاصيل. أولاً شادي دايماً قاعد في الكورنر اللي فيه أسرار، دايماً عنده آخر الأخبار عن أي حد، عمره ما ينقل خبر حلو، كله كلام يوجع. وكل ما حد يقوله يا عم سيبك من الكلام ده يضحك ويقول إحنا بس بنفضفض. بس هي مش فضفضة، دي إدارة موازية للشركة، شركة جوه الشركة، شغلها الأساسي مين قال إيه عن مين ومين زعلان من مين. الشغل الحقيقي في الكوريدور، على المكاتب، على الإيميل، لكن غرفة العمليات الحقيقية هي الكافيتيريا والممرات. في يوم أحمد كان معدي من قدام المدير وسامع حوار من جوه وشادي قاعد. المدير: بص يا شادي، أنا مش بحب الناس اللي بتعمل شلة جوه الشغل. شادي:
وأنا كمان يا فندم، علشان كده بحب دايما أقولك لو في حد بيقول حاجة مش لطيفة أو في كلام بيتقال في ظهرك أو في ظهر أي حد من الإدارة. المشهد كوميدي جدا. الراجل اللي بيقولك بيتكلموا في ظهرك هو نفس الشخص اللي بيفتح الظهر ده أساسا للكلام. المشهد الخامس، القرار. أحمد قرر ياخد خطوة مختلفة، مش يعمل خناقة لكن يحط حدود. فأول قعدة بعدها شادي دخل بالكوباية وبنفس المقدمة: بص يا جماعة، أنا مش بحب أتكلم عن حد، بس فلان عامل وسوى. أحمد قطعه بهدوء: يا شادي، لو فلان مش موجود أنا مش حابب أسمع، ولو عندك مشكلة معاه روح له هو أو روح للإدارة، إنما تقعد تحكي عنه وهو مش هنا، أنا مش طرف. الترابيزة سكتت، الناس اتفاجئت. شادي ضحك ضحكة متوترة: إيه يا عم التدين المفاجئ ده؟ أحمد يرد: مش تدين ولا حاجة، بس أنا بدأت أفهم إن اللي بينقل لي كلام الناس هيجي يوم ينقل كلامي أنا كمان، وأنا مش عايز أشارك في اللعبة دي، لا ضحية ولا متفرج. واحد من الزملاء قال جملة عدت كده بس كانت حكيمة: أخطر موظف في الشركة مش اللي بيغلط، أخطر واحد هو اللي بيخلي الغلط ياخد شكل كلام عادي على القهوة. الخلاصة، خلينا نتكلم بصراحة، في شركات كتير الشغل الحقيقي مش في التارجت والكي بي آي، الشغل الحقيقي في مين قال إيه عن مين. وتلاقي الظهر بقى ساحة نقاش، والكواليس بقت مكتب موازي، وسمعة الناس بقت كونتنت يومي يستهلك مع القهوة. المشكلة مش بس في اللي بيغلط ويتكلم عنك في غيابك، المشكلة الأكبر في الشخص اللي قاعد قدامه مبتسم وبيسهل الجو وبيسمع، وبعدين يجيلك تقولك أنا بحكيلك عشان تبقى عارف. اسمعني كويس في الجمل اللي جاية. مش كل واحد يقولك قالوا عليك كذا يبقى بيحبك، أحيانا بيستخدمك كسلة يرمي فيها سم ناس تانية. البطولة مش تعرف كل حرف اتقال عنك، البطولة تعرف مين اللي سمح لهم يتكلموا عنك وهو قاعد. الموظف اللي يستقبل الغيبة عن غيرك هيستقبل الغيبة عنك برضه، بس لما تبقى انت الغايب. في شغلنا في فرق كبير بين فيدباك يتقالك في وشك وبين غيبة تتقال عليك في ظهرك وتتقدم لك كخبر عاجل. في فرق بين حد جاي يساعدك تعدل حاجة غلط وحد جاي يولع جواك ويزود الشك والحساسية. انت تعمل ايه؟ أولاً، حط حدود للكلام اللي قدامك. لما حد يبدأ في سيرة زميل مش موجود، قوله بمنتهى الهدوء: لو عندك مشكلة معاه كلمه هو، مش أنا. مش لازم تخش في خناقة، بس لازم توقف نفسك من إنك تبقى جزء من المسرحية. ثانياً، اسأل نفسك قبل ما تصدق أي كلمة تتنقلك. أولاً، أنت كنت فين من الموقف ده؟ الشخص اللي بيحكي لك دوره كان إيه؟ هل نقلك كلام إيجابي قبل كده ولا دايماً سلبي بس؟ ثالثاً، ما تنبهرش باللي عارف كل حاجة. في ناس بتحب تبان إنها مخ مخابرات الشركة، بس في الحقيقة هم بس واي فاي للسمعة السيئة. رسالة للمديرين: لو أنت مدير، خد بالك من النوع ده من الموظفين، اللي دايماً عنده كلام عن الكل بس عمره ما يطلع مشكلة في الفورمال ولا يواجه حد بوضوح. البيئة اللي تسمح للناس تعض في بعض في الكواليس حتى لو الأرقام ماشية، دي بيئة بتاكل نفسها ببطء. النهاية: ثقافة الغياب فرصة للهجوم، والحضور فرصة للتصنع. دي مش ثقافة شغل محترم، ده نظام غرفة عمليات للثرثرة متغلفة في شكل شركة. افهم دايما، الموظف اللي ينقل كلام الآخرين هينقل كلامك انت كمان، استنى بس لما يجي دورك. لو حاسس إن الحلقة دي لمست موقف حصل معاك أو فكرتك بحد دايماً جايب لك آخر الأخبار، يمكن آن الوقت تقول شكراً مش عايز أعرف. أنا زتونة، وده كان بودكاست عن الكلام اللي بيتقال في ظهرنا والحدود اللي لازم نحطها بإيدينا. أشوفك في حلقة جاية، يمكن ساعتها نحكي عن نوع تاني من الموظفين اللي سايب شغله ومركز بس في شغل الناس.